السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة. ايه رأيكم نعمل شوية كده فول بطماطم حلوين؟ يعني حاجة كده أسطورة. ملك السحور. أنا بالنسبة لي بعشق الفول بالطماطم ده في أي حاجة. فطار، ممكن غدا، سحور، حاجة كده يعني عظمة بصراحة. تعالوا بقى يلا نشوف هنعمله ازاي. حطيت هنا شوية زيت، هو المفروض بيتعمل بسمنة. تمام، بس إحنا علشان هنعمله في السحور بنحاول إن إحنا يبقى خفيف قدر الإمكان علشان ما يحماش علينا أو ما يعملناش حموضة، يعني بمعنى أصح. هنا معانا حتة توم. تمام، هبدأ إن أنا أشوحها كده شوية في الزيت بعد ما يسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا بقى براحتكم تقللوا التوم أو تزودوه، كل واحد حسب كمية الفول اللي هيعملها. أنا هنا عاملة كيس فول اللي أنا كنت دمسته، هيكفي حوالي يعني 4 أفراد تقريبا يعني. تمام، فحطيت بقى ايه حتة التوم ديت. انتوا بقى زودوا كمية التوم بتاعتكم على حسب كمية الفول اللي هتعملوها. بسم الله. ايه بقى اكتر نوع فول انتوا بتحبوه؟ انا بصراحة بحب النوع ده برضو قوي قوي قوي. هنزل بقى بحبة طماطم كده متقطعة مكعبات، وحبة فلفل حار. انا بقى اللي هاكل الفول ده المرة دي، الولاد مش هتاكل معايا منه، مش بيحبوا قوي الفول بالطماطم. فهبدأ بقى ان انا اشوحهم كده شوية مع الثوم، واحط معلقتين صغيرين عليهم، معلقتين صغيرين قوي يعني ما كترش، صلصة بيوري. تمام، بيدي بقى طعم حلو وبيدي لون حلو للفول. هشوحهم بقى كلهم مع بعض. هنا حطيت ملح، وهحط حبة كمون صغيرين، بيدي طعم حلو قوي للفول. مش هينفع ان انا اعمله بصلصة، يعني اللي هو عصير طماطم، في ناس بتسبك له عصير طماطم وتحط عليه الفول، لا، ما بيبقاش حلو خالص. بتحس ان هو طعمه غريب كده، مطبوخ. انا حطيت كمان حبة فلفل اسود برضو بيديله طعم حلو. بس فبتحس إن هو حاجة فيه حاجة غريبة، طعم غريب كده مطبوخ، مش بيبقى لذيذ خالص. هي دي طريقة الفول بالطماطم الأصلية، هو دوّة الفول الترند بتاعنا. فول كده هتعملوه بالطريقة دي وادعوا لي بقى. شوفوا حلقة الفول المدمس مع الطريقة ديت، يا سلام، أحلى سحور. حقيقي كده احنا عملنا طريقتين اهو للفول في السحور. فاكرين الطريقة اللي فاتت اللي هي كانت بالثوم والبقدونس وكده؟ والطريقة دي اهو، ادي الفول بالطماطم. وكل شوية هنعمل طريقة فول جديدة علشان ننوع وعلشان ما نزهقش، لأن احنا عندنا 30 يوم هناكل فيهم فول، فلازم نغير وننوع في الفول بتاعنا علشان ما نزهقش. نزلت هنا اهو بمعلقتين الصلصة، هوطي بقى النار خالص واسيبها تدبل خالص الطماطم، وبعدين هبدأ ان انا اضيف عليها الفول بتاعي. بصوا، هي اساسا خلاص بتدبل على طول، يعني ما بتاخدش وقت، على طول هتلاقيها دبلت معاكي الطماطم زي ما بيقولوا كده ملهاش روح، بتدبل على طول. هوطي بقى عليها النار واسيبها تدبل خالص. هكون بقى قطعت شوية كده بطاطس حمرتهم، مع بيض، مع مثلا شوية سلطة. ده بقى لما بيتاكل جنبه شوية سلطة بيبقى حاجة كده عظمة يعني. لو عملتي شوية سلطة منها مناعة وحاجة مفيدة للجسم تقوي على الصيام، ومنها برضو يعني طعم وحاجة حلوة قوي. ده بقى لو عملتي مثلا سندوتشات شامي مع البطاطس، ده يعني حاجة أسطورة. أنا هنا خلاص دبل معايا الطماطم خالص، مش عايزاها تدبل أكتر من كده علشان ما تتحرقش معايا، هي حلوة قوي كده. هبدأ أنزل بقى عليها بالفول بتاعي. طبعا الفول أنا مطلعاه من الفريزر ملحقش يفك، فعادي جدا يتعمل. هحطه كده وهقلبه وهغطي عليه وأوطي النار، وهتلاقوه إن هو داب كده بالصلصة على طول، لأن هو فول بيتي مش بياخد أي وقت خالص، حاجة كده دايبة هو في نفسه أصلا. لا فيه اللي هو بقى العيش ولا الرز ولا الحاجات اللي بيقعدوا يحطوها بره ديت في الفول بتاع المحلات. هي هنا فول بس، فحاجة كده بتدوب على طول. تمام، أنا هنا بقى هغطي الحلة بتاعتي وأوطي النار وأسيبه بقى إيه يعيش ويتعايش كده مع نفسه.
في الفترة دي بقى نكون إحنا بنعمل إيه، بواقي السحور، نشوف هنعمل إيه السحور تاني، ده خلاص هنا الفول بتاعي كده استوى وبقى حاجة آخر عظمة، نكون عملنا بقى رغيفين حلوين كده علشان نقوم بالمهمة دي، ده شكل الفول بتاعي كان ريحته خطيرة، عملت جنبه بقى شوية السلطة الحلوين دول مع شوية بطاطس محمرة وقُلت حلو أوي كده، مش هازوّد عن كده، كده عظمة أوي، أوي، أوي. إيه رأيكم في طريقة الفول دي؟ جربوها وهتعجبكم جدًا، وكل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم بالخير، ويكون شهر رمضان رزق وبركة وسعادة على الجميع، واللي نفسه في حاجة يحققها، والمريض ربنا يشفيه، واللي في كرب ربنا يفكه، وما تنسوش دعوة حلوة في الكومنتات، وكل سنة وأنتم طيبين وبصحة.